مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه طبخ وفر مع مرموره. النهارده هنعمل مع بعض الكريب بالدقيق وميه بس، من غير بيض من غير لبن. هنعمله بطريقه بسيطه خالص وهيطلع معاكي ناجح من اول مره. بص انا عايزه بس اوريكم تفوتوا وتلمي فيه براحتك، طري جدا. هيعمل لك كميه حلوه خالص زي كده ما حضراتكم شايفين. بصوا خفيف خالص خالص. يلا نشوف مع بعض الفيديو ونشوف عملناه ازاي. هنعمل مع بعض الكريب. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الميه، 3 معالق زيت، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، ربع معلقه فلفل اسود. هجيب كده بوله، ممكن تحطيهم في الخلاط او ممكن تضربيهم بالمضرب اليدوي. هضيف هنا 3 كوبايات الدقيق والملح والفلفل والبيكنج باودر، وهديهم كده تقليبه مع بعض. هضيف كده الميه، 3 كوبايات من الميه، ولو احتاج ميه تاني هزودها. اهم حاجه اضربهم كويس عشان يبقى القوام ناعم معايا، ولو لقيت اي تكتلات ممكن تصفيهم بالمصفى. ادي بعد ما القوام ناعم خالص، اكد بس انه ما يبقاش فيه اي تكتلات. هضيف 3 معالق من الزيت وهضربهم كويس مع الخليط، خلطهم كويس خالص. ادي بعد ما خلطتهم بالشكل ده، ادي قوامه، هو قوام المظبوط ده. هنبتدي نسوي الكريب. هنا معايا طاسه، حطها اسيبها تسخن، وبعد كده ادهنها دهنه بسيطه من الزيت، دهنه خفيفه خالص عشان بس الكريب ما يلزقش معايا. وبعد كده هجيب الكريب بعد ما سيبته يرتاح 10 دقايق، خلاص الكريب، وبعد كده هوزعه في الصينيه كلها. سيبه كده يتسوى، وبعد كده هخرج الحروف بالسباتيولا بالشكل ده، بس لازم يستوي خالص وش لما هبتدي اقلبه. اقلبه كده على الناحيه التانية لمده بس ثواني، وبعد كده هخرجه على صينيه. بعد كده هخرجه وابتدي اكرر لغايه ما اخلص كميه الكريب. لو لقيت الكريب معاكي تقيل ممكن تزوديه فيه ميه. هحطها كده في الطاسه كلها واسيبها لغايه لما تستوي، وبعد كده اقلب. والنار تبقى هاديه على الكريب مش عاليه عشان يستوي معاكي كويس، وهو مش بياخد سوا. ولما تطلع باي اول كده ما الحروف تطلع معايا، وابتدي كده اقلبه، اسيبه لمده ثواني، وبعد كده هخرجه على صينيه. واهم حاجه نوع الطاسه اللي هتستخدميها يكون جرانيت او سيراميك، عشان لو ألمونيوم هتلاقي الكريب شبك معاكي.
ادي الكريب بعد ما خلصته. بصوا كده حلو ازاي الشكل ده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. اسيبكم في رعاية الله. سلام.